أقول يا إخوان الإرجاء موجود، وأحذر أشد التحذير من إطلاق هذه البدعة على المسلمين المتمسكين بالسنة لمجرد أنهم لا يكفرون الحاكم. بعض الناس يجي يبتاليك يقول لك واش راك تشوف ها والحاكم راه داير الشرطة يعسوا في الربا ويعسوا في كذا، واش رايك كافر ولا ماشي كافر؟ تقول له لا، تقول له الحكم على الشخص بالكفر هذا يحتاج إلى له شرائط، لا بد أن تنتفي موانعه، ولا بد أن تقام الحجة على هذا الذي تصفه بالكفر، والذي يقيم الحجة هو عالم بالحجة. بعد ذلك ليس إليك ولا إلي أن نحكم عليه بالكفر، بل هذا لأهل العلم الكبار، هم الذين يتولون هذا الأمر، وهذا الأمر ليس إليك، وإنما لمن كلفهم الله جل وعلا بذلك. فإن قلت له ذلك قال هذا مرجئ، وصاروا يطلقون هذه العبارة على جمهور أهل السنة بأنهم مرجئة. بل جاءنا بعض الناس ممن ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة ببدعة جديدة لم يعرفها سلف هذه الأمة ولا العلماء الذين عاصروا هذا الزمان، وهي بدعة هل الأعمال شرط صحة في الإيمان أم أنها شرط كمال في الإيمان؟ ومن بعد يجيه الواحد مسكين ما يعرف ما يفرق بين الكوع والكرسوع، فيجيه ويقول له واش رايك العمل شرط صحة ولا شرط كمال؟ إذا كان إنسان يخاف الله يقول له الله أعلم، أنا جاهل بهذه المسألة، أنا نعرف بالإيمان الأعمال من الإيمان، ما تدخل لي لا هذه لا هذه. وإذا واحد ما شاء الله شاطر يحب يسمى يبين روحه، أو يقول له شرط مثلا شرط كمال، يقول له أنت مرجئ. وإذا قالها له واحد من جهة واحدة أخرى يقول له شرط صحة، يقول له أنت تكفيري. وهكذا ضاع العلم بين هذه المصطلحات الحادثة التي لم يتكلم بها سلف هذه الأمة، ولو تركوا الأمر على ما كان عليه في عقيدة أهل السنة في تنصيصهم على الإيمان، على أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل يدخل في الإيمان، لكفى نفسه شر هذه الألاعيب وهذه الأرجحانات، ولكفى نفسه شر وصم إخوانه بما ليس فيهم. نسأل الله أن يهدي الجميع.